السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ النهاردة ان شاء الله فيديو جديد هنعمل مع بعض فطاير سهلة وسريعة كده تنفع فطار عشاء للرحلات. بجد سهلة وسريعة ومش هتاخد اي وقت خالص، وتحشيها اي حشوات انت عايزاها. بس يا ريت بقى ما تنسوش في اللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش يا ريت يشترك ويفعل الجرس. اول حاجه كده هنعمل طبعا الخميره الاول، معلقه كبيره من السكر ومعلقه كبيره من الخميره وحوالي كوبايه ميه دافيه. هقلبهم كده كويس واسيبهم على جنب يختمروا. ومعايا هنا كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم رشه ملح وعليهم نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. هديهم تقليبه كده في العجان. طبعا تقدري تعملي على ايدك، تعجني بايدك مفيش مشكله خالص. انا هعجن كده المواد الجافه كلها مع بعض، تكون الخميره خلاص طلعت معايا بالشكل ده كده. هكسر عليها بضايه ومعلقه صغيره من نص معلقه صغيره من الخل، وكمان ربع كوبايه من السمنه او الزيت او الزبده، اي ماده دهنيه عندك عايزه تحطيها حطيها. هنزل كده على الدقيق بالمواد السائله، واخر حاجه خالص هي الربع كوبايه سمنه. هعجنهم كويس كده حوالي 7-8 دقايق لحد ما العجينه بصوا مطاطيه كده وبتلزق حاجه بسيطه خالص. هسيبها تخمر حوالي 10 دقايق، وبعد كده هقطعها حوالي من 12 ل 13 قطعه. و طبعا لما اجي هشتغل في اول قطعه انا قطعتها. هركن الباقي كده على جنب. ومعايا بقى جبنه، اي جبنه، نوع جبنه انت بتفضليه، لحمه مفرومه، جبنه قريش، اي حاجه عندك عايزه تحشيها احشيها بيه. حشوات حادقه، حشوات حلوه، يعني مثلا ممكن تحشيها عجوه او شوكولاته، اي حشوات انت بتفضليها او بتحبيها احشيها بيها يعني. بعد ما اخلص كل الكميه اللي معايا، دول تقريبا 12 او 13 قطعه، حشيتها. طيب خلاص، هدهنها بقى من وش كده بيضه وعليها شويه ملح بفلفل ومعلقه صغيره من اللبن، وهدهن وشها كله بالخليط دوت. وبعد كده طبعا هحط من على الوش كده رشه حبه البركه، رشه سمسم، مش عايزه حاجه خالص مفيش مشكله. هسيبها كمان تخمر كمان 10 دقايق، وهكون ولعت الفرن على درجة حرارة 200. هتاخد تقريبا من 12 ل 15 دقيقة وهتطلع معايا. أول ما هتطلع معايا لازم أغطيها بفوطة نظيفة كده واسيبها تهدى. وبعد كده بقى هنقدمها مع بعض. بجد طريقة سهلة وسريعة وفطار حلو جدا. يلا بقى ما تنسونيش في اللايك وفي الشير، واللي لسه ما اشتركش يا ريت يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.